السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مينوس طنجي. صبحنا اليوم على واحد الخبر صراحة اللي هو مؤسف، واللي هو وفاة ديال قعقاع بن عنتر الملقب سبيدرمان اليمن. هو شاب ومغامر يماني شهر بمهارته الاستثنائية في تسلق المنحدرات الصخرية الشاهقة وأداء حركات استعراضية، ولكن للأسف سقط في ديك الحفر البركانية وما قدرش يتجبدوا الجثة ديالو لأن الماء سخون بزاف، حتى واحد ما يقدر يغامر ويهود باش يجبد الجثة ديالو. لهذا كنصح الشباب مابقاش تغامروا براسكم، الله يجازيكم بخير. انا بحال هاد الالعاب كيكونوا خطيرين جدا. والسبب ديال الوفاة هو انه فقد التوازن ديالو وطاح في وسط الفوهة البركانية. نتوما كما كتعرفوا كتكون الفوهة البركانية راه كتصل درجة الحرارة 90% زائد الاكسجين ما كيكونش. هو الشاب كان معروف بانه كيكتب الاسم ديالك مقابل مبلغ مادي، ولكن كان كيغامر بزاف وللاسف سقط في وسط الحفرة. اللهم نسأله العفو والعافية، والله يجعل مثواه الجنة، ونسأل الله أن يرزق أهله الصبر على فراقه، لأن بحال هاد الألعاب راه خطيرة. كما كتشوفوا راه هو كان كيتسلق بلا معدات، وهنا فين سقط الحفيظ الله السلامة. اللهم نسألك العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا نقل سمعت هذا نقل هم على هالاثنين طالما عاد الولد ما ظهرش اثنين وانا شو نازل وانا شو واحد كن يفوز وهذا يراعي له وهكذا كل واحدة مكسوجين نزل معهم هذا السباحة. لا نزل بدون حتى هذا السباحة. هو ما كبريتي حامي خلي حامي كبريتي هذا الزيادة وين الزيادة حصلوه أما تصل السنة الدولار حد يشتري ما من كلهم صحتوا من هذا الجواني ما نصحت